السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في اليوم السادس. أنا مش مصدق بجد، أنا لسه مكمل مستمر كل يوم فيديو. أتمنى إن أنا أكمل على كده. المهم النهاردة عندنا يوم مميز، وهو يوم إن أنا أجدد فيه رخصة العربية. لو حد بيعمل رخصة فلازم يعرف إن الرخصة مثلا في دبي بتخلص بعد سنة، والبروسيس بتاعتها سهلة جدا. كل اللي أنا عملته فتحت الابليكيشن بتاع RTA باركينج وحجزت ابوينتمنت في اماكن بيبقى اسمها تسجيل. لو حد بقى بيشتري عربيه جديده عايز يسجلها، لو حد زي كده بيجدد رخصه العربيه، فبيحجز ميعاد من على الابليكيشن وبيروح. انا الصراحه كلمت صاحبي قال لي انه ما خدتش معاه وقت وكانت الدنيا فاضيه، فاتمنى ان الدنيا كمان تكون فاضيه معايا ان شاء الله. خلينا اوريكم برضو البروسيس خطوه بخطوه. بس اول حاجه زي ما قلت لكم ان انا عملت الحجز. دي مش عربيتي، فانا هروح دلوقتي ابدلها واخد عربيتي واروح التسجيل. فيلا بينا. عايز اقول لكم ان ده واحد من الايام اللي زحمه عندي فيه كميه حاجات كتيره قوي ومحتاج اخلص حاجات كتير. وبالنسبه لي فكره العربيه اللي انا ارجعها وابدل واعمل برضو، وعندي مشوار الساعه 5. الساعه دلوقتي 4 الا ربع، فمحتاج ان انا اخلص كل حاجه قبل الساعه 5. هيبقى تشالنج لو انا عملت الترخيص ده ما خدش وقت، لو عملته بسرعه بجد. لان هي الفكره ان العربيه بيتكشف عليها وبيتشيكوا، يشوفوا المثلث، يشوفوا الطفايه بتاعه الحريق، يشوفوا ان العربيه تمام وخلاص. لو تمام يبقى ضن حلقة دهب، وانا عايزك تطلع واد مجدع، وفي عز الشدة تكون اجدع من اي واحد. وصلنا هنا عشان نجدد. الساعه دلوقتي 6:30. خلينا نحسب ونشوف هناخد وقت قد ايه. هم ادوني توكن نمبر، المفروض ادخل جوه عشان اشوف التامين واشوف البروسيس. دلوقتي بعد ما خلصنا هنختار ان احنا نجيب الرخصه. vehicle license renewal vehicle registration. ثانيه واحده، اكيد انا مش هعمل كل ده. بتظهر هنا نختار انها تنطبع. المفروض دلوقتي بتنطبع، تنزل لنا من هنا زي ATM. دي الرخصه القديمه، المفروض دلوقتي تنطبع الرخصه الجديده. دون. وادي الرخصة الجديدة. الفكرة بقى ان رخصة العربية دي بتخلص كل سنة، لازم السنة الجاية برضو نفس الوقت اجي واجددها. الموضوع اخد تقريبا نص ساعة. هم عملوا الفحص ده في 6 دقايق. بعد الفحص دفعت 170 درهم، خدت المفاتيح بتاعت العربية ورحت اشوف التأمين. دفعت على التأمين، انا عملته ضد الغير، كلفني تقريبا 840. عملت لك ضد الغير؟ انت الغير. لا هو قال لي انت وعيلتك، قال لي التأمين بيشمل انت وعيلتك. العربية قصدك؟ في العربية والله قال لي والله بيشمل انت وعيلتك، يعني انت موجودة فيه العربية هناك. هو ايه اللي انت وعيلتك؟ انا وعيلتي اللي راكبة معايا. ايوه والله انا وانت. ايه اللي انت وعيلتك؟ يعني انت لو راكبة اي حد قاعد في الكرسي ده المفروض ان هو يكون في التأمين. هقول لك، انت دلوقتي من عيلتي راكبه معايا في العربيه، لا قدر الله حصل لي حاجه التامين هيغطي. لا انا ماليش دعوه. يعني لو بنت اختي قاعده جنبك في العربيه وجرى لها حاجه ملقه، لا انت المفروض تامن على الكرسي. على الكرسي مش على الكرسي، هي بتبقى كده. التامين الناس تقول في الكومنتات لو فالتامين 840، وعشان اخد الليسن من الماشين دي 370. فانت احسبوا التوتال كام، لان لسه ما حسبتوش. بس ده كل حاجه كلفتني، خدت معايا نص ساعه، انجزني. المكان ده بيقفل الساعه 7:30 بالليل. هم ادوني مفتاح عربيتي، بس انا عربيتي هناك بيكونوا يخلصوا كل حاجه. نجيت هنا موتور سيتي، انجزت بصراحه. وبس ده كان كل حاجه في الفيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام. مش حاجه ليه كده؟ ليه هتجيب لي سوشي؟ هجيب لك سوشي. يبقى اعمله اللي هو عايزه.